وطبعا حملات الاعتقالات اللي تقودها القوات التابعة للمالكي أعطيك أخلاقياتهم. أول مرة هم يدخلون كلهم مكبسلين، كلهم شاربين خمر، يدخلون يعتدون على النساء، يعتدون على الأطفال، يفلشون كل شيء موجود بالأثاث البيت، كل الفلوس الموجودة ياخذوها، كل واحد قدامهم يحمل السلاح، يعني واحد سالم مسلح قدامهم ياخذوه. اعتداء بالغلط والضرب. هكذا كان يتحدث أهل السنة عن المعاناة مع القوات الأمنية في تلك المحافظات، وهم صادقون وهم محقون، كل ما يقولونه صحيح. والله العظيم والنبي الكريم، عمليات الخطف اللي صارت ببغداد كلها 99% من عدها اللي قاموا بها هم رجالك. المالكي. اي والله. المالكي كان يقوم بعمليات الخطف. مو هو، رجاله. رجال للمالكي في النهاية. رجاله هم اللي يخطفون، هم اللي يساومون، وبعدين يذبون عن الميليشيات بعلم السيد المالكي. والله العظيم والنبي الكريم اتحمل المسؤوليه امام الله. زين؟ رجالك، انت رجالك، عندي ادله وعندي شواهد وعندي ثوابت. زين؟ انت رجالك نفسهم. ادله ملموسه. طبعا. لماذا لا تقدم هذه الادله الى القضاء؟ القضاء مال القضاء. لا نمتلك قضاء؟ القضاء ماله والعمليات مالته. الان غادر المالكي، لماذا لا تقدم؟ ما غادر، بعده يا عيني. ما زال موجود؟ لا بعده موجود. مؤثر؟ ومؤثر. أنا أعتبر البغل اللي ينتخب واحد بحزب الدعوة هذا بغل، ما عنده عقل أصلا. أي وما يفهم، وهذا يعني هذا نعجة يجيب نفسه ويذبها يعني بحلق الذيب. لهم تضحيات حزب الدعوة. مو حزب الدعوة هذا المضحي. أنت توسلت بذاك، وهذا حتى تبني جيش ميليشياوي. زين؟ المالكي أراد بناء ميليشيات؟ أكيد. يقود الآن ميليشيات؟ هسه راح ينطوا الحشد. هسه ما راح ينطوا الحشد، راح يستلم الحشد هو. إذا راح يستلم الحشد انتهى الموضوع، بعد أنت دور لك على بيت، شوف لك بدبي وين، شوف لك في مكان يلفيك. افترض أن أمامك الآن المالكي. أقول يا دولة رئيس الوزراء، اطلع يعني قدام شعبك واعترف اعترف بسذاجتك، اعترف بأنك قدت البلد إلى الهاوية، اعترف بأنك أحرقت الأخضر واليابس، وبعد ذلك انتحر أو يعني قدم نفسك للمحاكمة لتعدم، وحتى يعني تنال بقايا الشرف. أولا وإيران ثانيا ما يجري وما سيجري في العراق. طبعا أكيد سيتحملون وسيحاسبون حساب عسير على كل قطرة دم. سياسي الشيعة اليوم همهم المناصب؟ أكيد، مناصب والنساء والولدان المخلدون طبعا. هناك أحزاب إسلامية سمعت سيد كلهم قاطبة. أنا يعني باوعلي أنا ما جاي يعني ألتقي على مود أسيء الواحد أو كذا أو ولا أريد أكشف أوراقهم، هم مكشفين يعني، هم مفضوحين ومختزين ومشتهرين يعني. وذيك دبي وذيك بيروت تشهد عليهم. ذيك مكاناتهم. شوف اكو مكان بيروت ما اشتروه، شوف الفلوس اللي عندهم، اللي واحد يروح هناك البيروت على مود يسد له سالفه بمليار دولار ماخذها ابنه. تقصد السيد المالكي؟ طبعا اقصد السيد المالكي، وش مو مفضوح يعني، شيء واضح.